اهم 5 حاجات لو حد عندك بيعاني من قرح الفراش ان يتقلب كل ساعتين عشان ما يحصلش قرح جديده والقرحه القديمه تخف. غذاء عالي البروتين عشان نعوض الجسم بالانسجه اللازمه عشان خاطر يخف بسرعه وتكون غنيه بالسوائل. ثالث حاجه مهمه جدا نكون تحت اشراف طبي، ما نكونش مع نفسنا ونلخبط الكريمات. العبره مش بالكريم الغالي او الرخيص. مهم جدا نكون تحت اشراف طبي عشان نقول لنا انسب حاجه للحاله بتاعتنا ايه، نفسيا وجسديا وماديا، ويقول لنا نعمل ايه بالظبط بما يتناسب مع الحاله. لان في حالات ممكن تكون كمان محتاجه تنظيف، فالكريمات مش هتحارب لوحدها. وفي حالات تانية ممكن تكون محتاجه اعاده بناء طالما احنا بنقلب عشان نسرع بالالتئام. وفي حالات ممكن تحتاج اجراءات تانية عشان نفك التخشيبه اللي بيكون حاصل فيها. وعشان كده رابع حاجه مهمه نحافظ على النظافه الشخصيه. يعني انت قلبت، اكلت وشربت، جبت دكتور وجبت اغلى كريمات، لو انت ما حافظش على النظافه الشخصيه بتاع المريض، دي غلطه بنقع فيها اثناء كل الاهتمامات. وانا عارف ان الموضوع صعب، ولكن مهم جدا ناخد بالنا عشان ما يحصلش التهابات. خامس حاجه بقى ودي اللي بتتنسي، دور العلاج الطبيعي. مهم جدا ان احنا نقوم بالتمارين لشخص طريح الفراش عشان ما يدخلش في تخشيبه تعمل لنا قرح في اماكن مش العادي ان يحصل فيها قرح، اماكن مش هتخطر في بالنا. ليه؟ لان احنا ما خدناش بالنا ان المكان ده ممكن يحصل فيه قرح نتيجه التخشيبه اللي المريض فيها. فدور العلاج الطبيعي مهم جدا وبيحسن من التئام الجروح وبيمنع حدوث قرح في اماكن احنا في غنى عنها.